سندويشات البرجر المحشية بالدجاج من السندويشات اللي سهلة وبسيطة وطعمها كتير مميز ولذيذ. أهم إشي إنه طريقة العمل كتير بسيطة وسهلة وما رح تاخد منكم وقت. أول إشي عنا بنحط زبدة على النار وبنحط عليها زيت نباتي. أول ما تدوب الزبدة بنحط عليها البصل المقطع وبنحركه شوي. لما يدبل معنا بنضيف الفلافلة الملونة، ممكن تضيفوا أي نوع فلافلة بدكم إياها. وبعدين بعد ما دبلوا معنا شوي راح نضيف عنا قطع الدجاج بهالشكل. حنضيف تشكيلة بهارات راح تلاقوها أسفل الفيديو وبنخلطها كتير منيح مع الدجاج. راح نحط ربع كوب من كريمة الطبخ وبنحركهم شوي. بنضيف الذرة وآخر إشي عنا راح أضيف عندي البقدونس، وهيك عندي صارت الحشوة جاهزة. هنجيب عنا خبز البرجر، يستحسن يكون فريش، ونقطعه عنا من النص بهالشكل. وبعدين راح نبلش نفرغ الوسط. طبعا ما بنفرغه كتير بس شوي لأنه بدي كمان يضل عندي من الخبز. بنجيب صينية الفرن وبعدين بنصف عليها عنا خبز البرجر بهالشكل. تمام. وبعدين بنبلش نحط فيه الحشوة عنا. وبعدين آخر إشي بنحط عنا جبنة الموزاريلا، وعلى الفرن بس تدوب الجبنة وتتحمر شوي. وهيك شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بنزينها عنا حسب الرغبة، زينتها بصوص فرنسي وبقدونس وصحتين.